السبب انك واقف مكانك انك ما تعرفش دور الاتش ار الصح. طريقة شرحه حلوة جدا، بيوصل المعلومة بطريقة بشعة، باله طويل. بيرد علينا في اي وقت. احنا كلنا بنتعامل مع الاتش ار، سواء كنت مدير او موظف او حتى كنت خريج، فانت اوريدي هتتعامل مع الاتش ار. اداره الموارد البشريه مش مجرد اجراءات ورق. اداره الموارد البشريه هي منظومه كامله لاداره اهم اصل في الشركه، الناس. هو خلاص لقينا احنا تمام فصلنا، ممكن يزود سيشن غير المتفق عليها كعدد سيشنز. يعني كان بيأجل سيشن ثانيه مقابل بس ان انت ما تفصلش مني. انا مش بديك كم قد ما بديك كيف. الكورس ده هنتعرف بالتفصيل عن كل وظائف الاتش ار الاساسيه، من اول الريكروتمنت والكومن بين والبيرسونال والبيرول والتريننج والاو دي. كل وظيفه هنشرحها ستيب باي ستيب، وهمشي مع حضرتك خطوه بخطوه لحد ما نوصل للنيل بتاعنا، الا وهو ان احنا نكون اتش ار بروفيشنال. يلا نبدا الرحله ونمشي مع بعض خطوه بخطوه لحد ما تعرف في الاخر انت هتوصل لايه بعد ما تخلص الكورس ده. واول حاجه في رحلتنا ان احنا نتعلم يعني ايه استراتيجي. لازما علشان تبقى اتش ار بروفيشنال لازما تفهم يعني ايه شركه. فهنتعلم مع بعض ازاي نحط خطه استراتيجيه للشركه، فعشان تبقى مختلف لازما تفهم البيزنس صح. يهمنا في الريكروتمنت ان انت ازاي تعرف الشخص المناسب وتحطه في مكانه الصحيح. هنتعلم مع بعض ازاي تختاره، هنتعلم مع بعض ازاي تبدأ تعمل الاعلان الوظيفي علشان تعرف تجيب الشخص المناسب، ازاي تقدر تبقى حد بروفيشنال وتختار الشخص ده عن طريق الانترفيو. من اكبر مشاكل الشركات ان الموظفين مش عارفين مين مديرهم، فهنتعلم مع بعض في ادارة جديدة وهي ادارة الاو دي، ازاي تبدأ تعمل هيكل تنظيمي للشركة علشان الموظف يعرف اللي ليه واللي عليه، يعرف مين مديره ومين تحتيه. فاحنا دورنا ان احنا ننظم الشركة صح. ده احنا كمان هنتعلم ازاي نبدأ نعمل الوصف الوظيفي او التحليل الوظيفي علشان تقدر تحطهم في الهيكل صح. ده انا هعلمك كمان الفيزيو على اساس ان انت ازاي ترسم الهيكل التنظيمي بطريقة بروفيشنال. ازاي الموظف الجديد علشان يقدر ينغمس في بيئة العمل لازم ندربه على سياستنا، لازم نبدأ نعمله الاورينتيشن، نعرف الموظف الجديد ايه هي شركتنا ويبدأ يتعلم على الشغل بتاعه علشان يقدر ينغمس بسرعة. البرسونال، الموظف محتاج ان احنا نبدأ نسجل له على حضوره وانصرافه، نبدأ نركز معاه في رصيد اجازاته، انه يعرف سياسات الشركة علشان الموظف يمشي على التراك. كمان الموظف محتاج ان احنا نهتم بيه في موضوع التأمينات، وهنتعلم مع بعض ازاي نبدأ نشتغل على سين واحد وازاي نبدأ نشتغل ونحسب الاجر الاساسي للموظفين. اساليب التقييم الصحيحه، ازاي نبدا نعمل سمارت اوبجكتيفز علشان نقدر نقيس اداء الموظفين جوه الشركه. هنعمل ايه مع الموظف اللي اداؤه ضعيف والموظف الشاطر اللي دايما بيحقق التارجت بتاعه. اي موظف بيدخل في اي شركه بيسال على رقم واحد مرتبه، فاحنا هنتعلم مع بعض ازاي نحط الرواتب للموظفين، هنتعلم ازاي نعمل هيكل الاجور للموظفين، ازاي نبدا نعمل سالري سيرفي او نقرا السالري سيرفي للماركت علشان نقدر نحط المرتبات الصحيحه للموظفين. هنتعلم مع بعض ازاي نحسب مرتبات الموظفين، لان انت دورك از اتش ار انك تعمل المرتبات. ده احنا كمان هنتعلم ازاي نحسب الضرائب بتاعه الموظفين، ازاي يبقى الموظف يبقى ساتيسفايد، ازاي يبقى قاعد راضي عن الشركه. فهنتعلم البنفيت بروجرام كامل علشان تقدر تحافظ على الموظفين جوه الشركه. ده احنا هنتعلم مع بعض التيرن اوفر ريت، معدل دوران العماله، الموظفين الموجودين والموظفين اللي يسيبونا ويمشوا. فاحنا لما هنعمل بنفيت بروجرام، نظام مزايا كويس، فالموظف هنقدر نحافظ عليه. هتتعلم ازاي تنشئ نظام موارد بشريه جوه اي شركه، ازاي نبدا نعمل داشبورد، ازاي نبدا نعمل تحليل بيانات. فهنتعلم ازاي نعمل داتا اناليسز، نحلل البيانات علشان نكون دورنا فعال جوه الشركه. وده اللي يهمنا في الكورس، انك تبقى اتش ار صاحب قرار.
وبعد ما نخلص رحلتنا في الكورس، بعض السوفت سكيلز اللي المفروض تتوافر عند حضرتك، منها انك تتعلم الاكسل صح علشان تقدر تعمل داتا اناليسز، تقدر تعمل داشبورد، تقدر تطلع التقارير من الاكسل نفسه. مش كده وبس، ده احنا كمان هنتعلم مهارة لا غنى عنها از اتش ار، اللي هي البرزنتيشن سكيلز، مهارة العرض. ازاي تقدر تقف قدام الموظفين وتعرض ليهم البيانات بتاعت الشركة، ازاي تقدر تقف قدام الموظفين وتشرح سياسات الشركة. ما ينفعش تكون اتش ار من غير ما تبقى عندك البرزنتيشن سكيلز قوية. ختاما وليس اخرا، لازم نركز ان انت تشتغل. لذلك احنا عملنا سيشن لوحدها ازاي نتعلم السي في رايتنج. ما ينفعش اتش ار وتشوف سيفيهات الناس وتوافق او ترفض على الموظفين وانت از اتش ار نفسه ما بتعرفش تكتب السي في بتاعك، انت از اتش ار نفسك ما بتعرفش تعمل انترفيو. فاحنا هنشتغل معاك ان انت ازاي يتعمل لك انترفيو، تعرف تركات الانترفيو فتبدا تتوظف على طول. انا طارق، وده كورس الاتش ار العملي اللي هينقل حياتك المهنيه في حته تانية.